السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده حلو. اسعاره غليت جدا في المحلات بطريقه اوفر الصراحه. اللي بيبيعها ب250 واللي ب300. احنا بقى هنعملها وهتكلفنا 50 جنيه بس. لو عندك منجتين في التلاجة وصوص شوكولاته، تعالوا نعمل احلى صينيه كنافه بالمانجا والشوكولاته. لو مفيش صوص شوكولاته مفيش اي مشكله، نعملها كلها بالمانجا بس هتبقى احلى من بره 100 مره. يلا بينا نشوف الطريقة. بس لو أول مرة تشوفيني، أنا مروة، أتمنى تدعميني بلايك واشتراك في قناتي، قناة مطبخ مروة، عشان يجيلك كل جديد. بصوا كل اللي قدامكم ده بمانجتين بس والله، وكانت مليانة مانجا من جوه ومن بره، حاجة كده عظمة. لو مفيش عندك صوص شوكولاتة مفيش أي مشكلة، هنعملها كلها بالمانجا. تمام. يلا بينا. أنا كان عندي مانجتين في الفريزر، طلعتهم يفكوا كده حوالي 5 دقايق، يعني مش يفكوا للاخر عشان يبقى سهل عليا ان انا اقشرهم. انا استخدمت قبل كده المانجا اللي هي السكري، جربتها فيها، وجربت اللي هي المانجا الزبدية. المانجا الزبدية احسن طبعا عشان هي بيبقى فيها لحم، فبتحسي بطعمها اكتر لان هي بترمي لحم معاكي. تمام. عندي هنا نص كيلو كنافة، كنت جايباها من قبلها بليلة او بليلتين وسايباها في الفريزر. لازم نعمل كده علشان خاطر تبقى سهلة ان احنا نفركها معانا، عشان لو ما عندكيش كبة الطريقة دي تبقى سهلة معاكي ان انتي تخليها حتت صغيرة. تمام. بصوا بكل سهولة بتتفرك معايا كده، طالما متلجة جامد بتتفرك معايا. هتطلعها من الفريزر على طول تقومي جاية فركاها. تمام كده بالطريقة دي. اللي عنده كبة، انا عندي كبة بس انا برضو قلت اجربها كده عشان اللي ما عندوش كبة يفركها كده بايده على طول. انا فركتها كلها بايدي كده بالطريقة دي، وبقت معايا ناعمة خالص. اي تكتلات معايا جوه اللي هي بتبقى زي تكتلات العجين دي اتخلص منها على طول. تمام اهي. بصوا اللي تلاقيها سهل معاكي ان هي تتفك فكيها، اللي مش سهله معاكي خلاص تخلصي منها. طيب انا هنا بحمر الكنافه في الفرن. انا جربتها مره في على البوتاجاز من فوق، الصراحه حسيت ان هي ممله شويه وانا بحمرها على البوتاجاز من فوق. جربي الطريقه ان انتي تحطيها في صينيه واسعه في الفرن، هتلاقيها اريح بكتير. هوريكي الطريقه دلوقتي بالتفصيل واحده واحده، وهتشوفي لونها بيطلع ذهبي ومقرمش وجميل. هنا عندي على نص كيلو كنافه، عندي نص كوبايه، عفوا نص كوبايه سمنه. انا مخلطه هنا سمنه بلدي على سمنه من اللي هي العاديه اللي هي جنه او روابي. والسمنه البلدي انا عاملاها في البيت من قشطه اللبن، نبقوا نعملوها في فيديو مع بعض واوريكم احنا بنعمل ازاي مع بعض قشطه من وش اللبن. بنعمله قشطه وبنعمله مرطه وبتبقى جميله، بنجربوها مع بعض في فيديو. تمام. انا هنا خلطت نص كوبايه سمنه بلدي على سمنه من اللي هي روابي دي، وفركتها في السمنه كده بايدي كده كاني ببس كده. لازم اخلي السمنه تدخل في الكنافه في كل حته فيها. تمام. هفردها كويس. كبري الصينيه علشان خاطر الكنافه تتحمر معاكي اسرع، وفي نفس الوقت تبقى ايه، مقرمشه معاكي وجميله. هنولع الشوايه من فوق، مش هنولع الفرن من تحت خالص، شغلنا كله هيبقى الشوايه من فوق. هنوطي الرف بتاع الفرن، هنخلوه على اول حاجه تحت خالص، يعني مش الارضيه. هنخلي الرف على اول مرحله من الرف، وهنشغل الشوايه ونسيبها عليها. وكل شويه اللون ما يتغير نقوموا جايين مقلبينها. هوريكم طبعا دلوقتي اول ما اللون يتغير هوريكم هنقلبها. طيب المانجتين هنا عندي فكوا سنه صغيره، اللي هو اول ما اجي اعمل فيها السكينه تمشي زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم. تمام. بصوا بتتقشر معايا بكل سهوله، هي متلجه في ايدي بس ايه، فكت حاجه بسيطه. تمام. وكمان علشان خاطر لما اجي ان انا اقطعها تكون سهل عليا ان هي تتقطع معايا مكعبات. المانجا دي انا لما كنت شايلاها ما كنتش شايلاها طريه، كنت شايلاها ماسكه نفسها شويه برضو، ما كانتش طريه خالص، علشان برضو لما تيجي تفك ما تسحش معايا، تبقى قطع كده يعني ايه ماسكه نفسها. تمام. هنا انا كده خلاص قشرتها، هقطعها برضو. بصوا هي معايا متلجه اهي برضو، بس سهل جدا وانا بقطعها. طبعا انا هنا مش عاوزه اسهى خالص، والكنافه عندي في الفرن مش عايزه اسهى عليها خالص. كل اقل من دقيقه ابص عليها لان هي ولا عليها الشوايه، بس حاولي ما تلزقيش
الصينيه في الشوايه فوق خالص، عشان هتاخد معاكي لون زي محروق كده، ومش هتطلع معاكي نتيجتها كويسه زي ما هتشوفيها معايا في الاخر. اللي حابب يا بنات يحطها على النار من فوق برضو بنفس السمنه كده، وهتفضلي ايدك فيها مش هتمشي من قدامها خالص، انما جربيها في الفرن هتلاقيها اريح. بصوا دي لسه اول وش تاخده اهو، هقلب فيها. من بعد ما تاخد اول وش كده ابتدي ان انا مسهش عليها خالص. لو اعرف افضل يعني مثلا لو بعمل حاجه انا كنت بقطع المانجا وارجع تاني اروح ان انا افضل اقلب فيها زي ما قلت لكم. بصوا انا منزله الرف تحت خالص، على اول رف خالص تحت، بصوا من تحت خالص في الفرن. بصوا اهي، قلت اوريكم كل مرحله عشان تعرفوا ان هي في الفرن بتبقى عادي زيها زي فوق بس اريح. وبرده دي اذواق براحتك، انت لو حاسه ان انت ارتحتي فيها وانت بتحمريها فوق مفيش مشكله. بصوا بصوا الجمال، شايفين اللون اهو. هي خدت معايا كده حوالي ربع ساعه في الفرن اهو. بصوا اللون وجماله، ذهبي ذهبي زي ما بتبقى فوق بالظبط بس اريح. تمام كده هي خلاص معايا اتحمرت، اخدت حوالي زي ما قلت لكم ربع ساعه. بس ايدي فيها لو سهيتي عنها هتتحرق منك وهيبقى لونها مش موحد زي كده. تمام. عندي هنا حوالي 3 معالق سكر بودرة او 2.5 معلقة سكر بودرة. انا مش هديها شربات علشان الشربات لو اديتها شوية هيخليها طرية، وانا عايزاها تفضل معايا مقرمشة لاطول وقت ممكن. فالسكر البودرة وهي سخنة كده هيسيح فيها اكتر، بس سكر بودرة مش حبيبات، هيسيح فيها كله هتفضل زي ما هي كده ايه مقرمشة معايا لاخر حاجة. طيب انا جبت عندي منجايه هعملها زي عصير بيوريه كده من غير ميه ولا اي حاجه، علشان خاطر هقول لكم هعمل بيها ايه يعني. والمنجايه التانية قطعتها مكعبات. تمام. دي المنجايه اللي انا ضربتها بيوريه من غير ميه ولا اي حاجه. طيب هي صعبت عليا شويه ان انا اضربها في الخلاط، اديتها 2 معلقة ميه بالظبط عشان تمشي بس في الخلاط. عايزه تسكريها حط لها شويه سكر، مش عاوزه تمام مفيش مشكله. هي المانجا كده كده كانت مسكره. هنعمل هنا كريم شانتيه. جبت عندي كيسين كريم شانتيه دريم، وجبت عندي كوبايه لبن او لبن على ميه او لبن بس او يعني او ميه بس او لبن بس، وتلجتهم خليت اللبن فيه زي حته تلج كده وضربته. عندك مضرب كهربائي تمام، هتضربيها بالمضرب اليدوي تمام، انا بضربها بالمضرب اليدوي. بتاخد معايا وقت شويه بس للي ما عندوش مضرب كهرباء. تمام. عندي هنا صوص الشوكولاته، انا حطيت كريم شانتيه في الفريزر. عندي هنا حطيته في التلاجة بحيث برضو يبقى متماسك. عندي هنا صوص الشوكولاته ده انا جايبه الاكياس دي من الاماكن اللي هي زي فتح الله والاماكن اللي هي زي كارفور وكده. الكيس كان الاول ب2 جنيه، دلوقتي بقى ب3 جنيه او 3 جنيه وربع. تمام. فجبت 3 كده لان انا ايه يعني ان انا اغير طعم المانجا كده فيهم، يعني طعم الصينيه فيهم ويبقى عندي طعمين. لو رحتي الاماكن دي هتلاقيها فيها في القسم بتاع الصوصات، بس الازازه لقيتها غاليه جدا، الازازه لقيتها عامله 45 جنيه. فعلى ايه قلت ان انا اجيب 3 اكياس مش مكلفيني حتى 10 جنيه، وفي نفس الوقت ابقى انا عملت طعم تاني، يعني ابقى غيرت برضو حاجه يعني ايه مش يعني خليها حتى زي بره يعني. مفيش، اعملي الصينيه كلها مانجا والمانجتين دول هيكفوكوا، لان هما فاض معايا منهم المانجتين دول وعملت بيهم حاجه تانية علبه تانية هبقى اوريها لكم. تمام. نزلت عندي هنا بالكريم شانتيه. بدأت بأول طبقة عندي كريم شانتيه كله، وبعد كده نزلت عليها بطبقة كنافة من محمرة. بصوا لون الكنافة تحفة ازاي، السكر خلاص ما هوش بقى باين فيها، اديها بس تسكيرة وفي نفس الوقت تفضل مقرمشة معاكي لحد آخر لحظة. هرجع تاني ادي طبقة كريم شانتيه. كيس الحلواني ده انا عاملاه في البيت ماشي، انا هبقى اوريهولكم. انا عاملاه على ايدي بالكيس اللي هي تبقى بتاعت الهدوم نشتري فيها الهدوم دي. هبقى اعمل لكم فيديو مره وهبقى اوريكم بنعمله ازاي، سهل جدا عشان اكياس الحلواني غليت جدا. بستعمله استعمال مره واحده وبرميه. تمام. يعني من كيس الهدوم الواحد بعمل بيه 3 اكياس كريم شانتيه من ده. هنبقوا في فيديو ان شاء الله نعمله مع بعض. انا كده عملت اول طبقه كريم شانتيه، التانية حطيت عليها كنافه، الطبقه اللي بعد الكنافه كريم شانتيه، عشان لو اديتها الصوص منها للكنافه هيخلي الكنافه مش مقرمشه وهتبقى طريه، فانا اخلي العازل ما بينهم كريم شانتيه استحاله تطرى. بعد كده هحط عندي المانجا البيوريه اللي انا عملتها. تمام. وهوزعها بالطريقه دي.
زي ما قلت لك، حسيتيها ما مشيتش معاكي في الخلاط، اديها معلقتين او معلقه واحده ميه بس، هتمشي معاكي وتبقى تمام. وفي نفس الوقت تقيله برضو، قوامها مركز يعني علشان بس ما تسحش. تمام. بس جيت معايا هنا انا بقى ال3 اكياس دول وزعتهم ازاي. حطيت حوالي كيس كده ما بين الطبقات، وهسيب الكيسين التانيين احطهم فوق على الوش عشان يبقوا اكتر. يعني انا قلت اديهم طعم في النص، كده وايه، واحط اللي من فوق يبقى اكتر يعني. تمام. خلاص انا كده حطيت صوص الشوكولاته. مفيش اي مشكله عندي ان هو داخل مع كريم شانتيه، هو كده كده في النص، هنبقى نظبطه اللي على الوش علشان هتبقى كميه اكبر فهتبقى مظبوطه. خلاص كده حطيت طبقه الصوصات في النص اللي هو البيوري بتاع المانجا والشوكولاته. انا عملت جنبين وجنبين. لو عندك في المرحله دي نوتيلا حطي، اللي هي بتبقى النوتيلا اللي بتتجاب، اللي هي بتبقى الجرادل دي. تمام. لو جبتيها من عند اللبان برضو في نوتيلا سايبه كده بتبقى حلوه برضو، حطيها مفيش مشكله. والصوصات دي مش مكلفه يعني، هتبقى هي نفس التكلفه. بعد ما عملت الصوصات حطيت طبقه كمان من الكنافه وسويتها كده، وبعد كده حطيت طبقه كمان من الكريم شانتيه. مفيش اي مشكله ان الكنافه اتدخلت كده من على الكريم شانتيه، كل ده هيتدارى. رجعت بقى حطيت، اتبقى معايا كيسين، حطيت كل كيس في جنب. بس كده. والجنب اللي هو بتاع المانجا، يبقى الجنب اللي انا حشيته مانجا من تحت صوص المانجا، هحط برضو بيوري مانجا من فوق، وبعد كده هحط عليها قطع المانجا. يعني اديها بيوري كده برضو بيخلي الطعم احلى. وفي نفس الوقت هحط عليها قطع بقى مانجا من فوق. اديها بقى قطع بقى مانجا من فوق كده. كتري بقى، كتري. بتدي طعم جميل جدا. والله العظيم يا بنات، الصينيه دي بره ب 250 وب 350. احنا لو حسبت لك التكلفه بالظبط كلفتني 55 جنيه بالظبط. بس المانجتين كانوا عندي في الفريزر من اللي كنت شايلاهم مفرزاهم، كلفتني 55 جنيه بالظبط. بس عملت معاها كمان علبه، يعني انت بتجيب الصينيه دي لوحدها ب 250 او 300. تمام كده. خلاص انا خلصتها. هحطها في التلاجة، وبعد كده هكمل تزيينها ان شاء الله. هحطها في التلاجة شوية بس الصوص ده يمسك والحاجة دي تمسك، وبعد كده هكمل تزيين. بصوا عملت علبة كمان من المانجا اللي اتبقت، وبرضو بصوا قدامكم كده اتبقى مانجا تاني. مانجتين كانوا فيهم البركة والحمد لله يعني، اللي هم بارك. العلبة دي برضو عملتها طبقة كريم شانتيه، طبقة طبقة مانجا، طبقة كنافة، بعدين كريم شانتيه، بعد كده كنافة. طعمها كان تحفة بقى دي برضو. تمام. بصوا الطبقات بتاعتها وجمالها، شايفين؟ لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة وفعلي الجرس عشان يجيلك كل جديد. بصوا هنا بعد ما زينتها فوق بالكريم شانتيه، زيني بقى براحتك. بصوا زي ما بقولك زينيها زي ما انت عايزة وبراحتك، التزيين ده حسب الرغبة. يعني انا مكانش عندي اي حاجة مكسرات غير سوداني، فزينتها كده بسوداني وبكريم شانتيه من فوق. هي مش محتاجة تتزين، هي بتتكلم عن نفسها يعني، ما فيهاش كلام. بصوا قلت اجرب لكم دي. بصوا الجمال. طبعا دي انا عاملاها قبل الفطار يعني، ومكنتش قادرة اتحمل لحد بعد الفطار. بصوا الف هنا.